على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وآله وصحابته والتابعين. أحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع هذا الدين الحنيف، ولله الحمد، حيث الجزائر بلدنا دينها الإسلامي كما هو على رأس دستورها دين الدولة الإسلام، والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله منتشر. وهذه مناسبة إنما كانت لنشر دين الله سبحانه وتعالى ونصرته، نشر دين الله ونصرته، ولا سيما في هذه البلاد التواتية بل الجزائر كلها ولله الحمد على دين الإسلام، كما قال الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن عصره أو قال مات فقد كذب فهو على دين الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقي علينا هذا الدين وأن يحفظ بلادنا من جميع الأهواء والأهوال والمظلات يا أرحم الراحمين. اللهم احفظها برعايتك وعنايتك وكلاءتك وحفظك، ومن أرادها بسوء اللهم ردك له في نحره. هؤلاء الذين يجلبون المهلوسات والمخدرات لإفساد الشباب اللهم غل أيديهم إلى أعناقهم، اللهم غل أيديهم إلى أعناقهم واهدهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا ليعرف مصلحة وطنه يقوم بها يا أرحم الراحمين. اللهم من قلدته أمرا من أمور المسلمين اللهم أعنه على أدائه واجعله يا أرحم الراحمين ظلا لعبادك ولا يجعله عذابا عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم اسدد خطاهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. رئيسنا عبد المجيد تبون واخوانه اللهم اعنهم للخير يا ارحم الراحمين. اللهم اعنهم للخير انك على كل شيء قدير. وكل مسؤول قل اذا امر من المسلمين سواء صغير اصحاب المستشفيات وجميعهم اللهم بارك فيهم واعنهم. هؤلاء اصحاب الاذاعه، هذه القائمين، هذه الجنود القائمه بالخير الخفيه التي تقوم ببث هذا الخير اللهم اجعل فيهم الخير يا ارحم الراحمين. وعبد الله الناصر الله ينصره وأيده وبارك فيه يا ارحم الراحمين، واجعله يا ارحم الراحمين دال للخير ومعين عليه يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هؤلاء الشباب الذين اعانون في هذه الكلفه وتحملوا المشاق اللهم اعينهم وبارك فيهم يا ارحم الراحمين ويسر لهم امورهم انك على كل شيء قدير. وارحم اللهم مشايخنا يا ذي الجلال والاكرام. سبحان ربك. كلمه يا سيدي فلسطين. اللهم انصر يا ربي الفلسطينيين، غزه يا ارحم الراحمين، اللهم اجعلها عزه وكرامه يا ارحم الراحمين. اللهم ايدهم بتأييدك، اللهم سدد سهامهم في قلوب العدو يا ارحم الراحمين. اللهم اكبت العدو يا ارحم الراحمين. اللهم حرر وطنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حرر ذلك الوطن حتى نؤدي صلاه في بيت المقدس يا ذا الجلال والاكرام، مصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقبلتين بجاه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.